الفنانة المغربية لطيفة رأفت تصرح أن الوحيدة الملقبة بسفيرة القفطان بشكل رسمي وبحضور شخصيات وازنة منذ تسعينات القرن الماضي، وكان هذا التصريح مستفزا لمواطنتها المغربية دنيا باطمة لترد على هذا التصريح بطريقتها. لنتعرف على التفاصيل بالفيديو. الفنانة المغربية المخضرمة لطيفة رأفت تقرر الانضمام لحملة المضادة المنظمة من المشاهير المغاربة لدحض زعم معدومي الهوية الذين استفاقوا مؤخرا محاولين التخلص من الثقافة الفرنسية والعثمانية وسطوا على هوية جارهم المغرب، الهوية التي بنيت لأكثر من 12 قرنا. فهم يحاولون الاستيلاء على كل ما هو مغربي، سواء الطبخ، الموسيقى، الملابس، منهم القفطان الذين يحاولون نسبه لهم بخرافة أنه إرث عثماني تركه له العثمانيون الذين استعمروهم لحوالي 5 قرون، وكأن هؤلاء العثمانيون لم يستعمروا إلا الجزائر، وخلال هذا 5 قرون تركوا قوما أطلق عليهم اسم الكراغلة، والكراغلة معناها هم أبناء الزنا من الجيش الانكشاري والجزائريات. القفطان المغربي يستند على جميع الملابس التاريخية في العالم بأسره، أسال لعاب معدومي الهوية لمحاولة نسبه لهم، لكن وجدوا المغاربة لهم بالمرصاد، وهكذا خرجت لطيفة رأفت لتنضم لهذه الحملة، وقالت أنها أول مغربية بل الوحيدة التي توجت ولقبت كسفيرة للقفطان المغربي وأيقونة القفطان المغربي، وذلك منذ تسعينات القرن الماضي، وذلك في عدة دول أوروبية بحضور أرقى الشخصيات في المجتمع المغربي، وأنها ليست متطفلة على هذا اللقب وهي الوحيدة الأحق به. وقالت أنها حينها لم يعجبها هذا اللقب واستصغرته، وقالت لماذا لا يسمونني سفيرة الأغنية المغربية مثل الفنانة نعيمة سميح، وأكدت أنها لم تعرف قيمة هذا اللقب إلا الآن. ويبدو أن لطيفة رأفت قد ضربت عصفورين بحجر واحد. العصفور الأول لمعدومي الهوية الذين يتطاولون على أسيادهم وعلى القفطان المغربي ويريدون نسبه لهم، وكأن استيراد القفطان المغربي من المغرب هو الذي سيصنع لهم تاريخ. ولم تخف لطيفة رأفت بالرغم أن لها جمهور كبير بالجارة الشرقية وقد ذكرتهم بالاسم، وقالت أن الجزائريين كانوا ينتظرون حفلاتها بالجزائر والتي كانت كثيرة جدا من أجل السماع لأغاني المغربية وأيضا من أجل مشاهدة القفطان المغربي، وقالت أنهم كانوا يعبرون دائما عن حبهم للقفطان المغربي لأنه جميل ومستور، وهذا حسب تصريحاتهم كما قالت. وأما العصفورة الثاني فقالت أنها الوحيدة التي تلقب رسميا بسفيرة القفطان، وأخذها لهذا اللقب كان بشكل رسمي وبحضور شخصيات وازنة، وهذا ضرب بأولئك الذين يلقبون أنفسهم بسفيرة القفطان المغربي وهم أخذوا اللقب لنفسهم وبنفسهم. ونعرف جميعا أن أكثر واحدة تلقب نفسها بسفيرة القفطان المغربي هي دنيا باطمة، وكانت تدافع عن هذا اللقب وتستنكره على كل من تحاول أن تلقب نفسها به، لدرجة أنها أنشأت عداوات كثيرة بينها وبين فنانين آخرين فقط لأجل لقب سفيرة القفطان المغربي. وبعد أن نشرت لطيفة رأفت هذا البوست وهذا الفيديو جاء الجواب على الفور من دنيا باطمة، حيث نشرت فيديو لها بأغنية لهيفاء وهبي، والرسالة أنها لا تقارن أبدا بأي أحد. كما نشرت الفيديو لمصممة خليجية للقفطان المغربي كانت دنيا باطمة ترتدي عندما كانت متزوجة بالبحرين وتقيم حفلات زفاف بالخليج ترتدي من هذه المصممة، وهي تقول أن دنيا باطمة سفيرة للقفطان المغربي، وعلقت على الفيديو قائلة: دنيا باطمة سفيرة للقفطان المغربي. وهذا كان هو ردها على لطيفة رأفت.